السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم الكرة المغربية. قبل أن نبدأ دعونا نطرح سؤالا بسيطا: هل تظنون أن المنتخب المغربي الرديف قادر على المنافسة بقوة في كأس العرب 2025؟ لا تتسرعوا في الإجابة، لأن ما سنكتشفه اليوم قد يغير نظرتكم تماما. أعلن الناخب الوطني طارق السكتيوي عن قائمة تضم 29 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي مغلق بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025. معسكر مغلق وتدريبات مكثفة، تركيز شديد. فلماذا كل هذا؟ لأن الهدف واحد: صناعة منتخب قادر على الظهور بوجه قوي في كأس العرب التي ستحتضنها قطر من فاتح إلى 18 ديسمبر 2025. قرعة البطولة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الثانية رفقة منتخب السعودية المتأهل من مباراة عمان والصومال، والمتأهل من مواجهة اليمن وجزر القمر. مجموعة ليست بسهلة، ولا يوجد خصم يمكن الاستهانة به. فهل سيكون الرديف قادرا على فرض شخصيته، أم أن البطولة ستشهد مفاجآت؟ الآن نصل إلى أهم ما ينتظره الجمهور المغربي، وهو قائمة اللاعبين الذين اختارهم السكتيوي. استمعوا جيدا واحكموا بأنفسكم. فحراسة المرمى هناك اللاعب صلاح الدين شهاب ومهدي بن عبيد ورشيد غنيمي. وعلى خط الدفاع هناك اللاعب هيثم منعوت وحمزة الموسوي ومروان الوادني ويونس عبد الحميد وأنس باش ومحمد بولكسوت ومحمد مفيد، واللاعب كذلك مروان سعدان وسفيان بوفتيني ومحمود بن تايك. هل هذا الدفاع قادر على الصمود أمام أقوى الهجمات، أم أن المنتخب يحتاج أسماء إضافية؟ فخط الوسط كذلك يوجد فيه أيوب خيري وخالد أيت أورخان ومحمد ربيع حريمات وصابر بوغرين وأشرف المهديوي ووليد الكرتي وعقل الوسط وصانع الفارق. فهل يكون هذا الخط هو مفتاح الفوز؟ والهجوم: يوسف مهري ومنير الشواعر وحمزة الهنوري وعبد الرزاق حمد الله وكريم بركاوي ووليد أزارو وطارق تيسوداني وأسامة الطنان وأمين زحزح وأشرف بن شرقي. وعلى خط الهجوم الناري هناك أسماء كبيرة، خبرة قوة وقدرة على التسجيل في أي لحظة. لكن من هو اللاعب القادر على قيادة المنتخب نحو اللقب؟ ومن تتوقعون أن يكون هداف البطولة؟ الجمهور ينتظر والعيون تتجه نحو قطر، والسكتيوي أمام اختبار حقيقي لإثبات أن المنتخب الرديف قادر على تشريف الكرة المغربية. اكتبوا توقعاتكم في التعليقات. هل يستطيع المغرب المنافسة على اللقب؟ وهل هذه التشكيلة هي الأنسب؟ لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الإعجاب، وتابعونا دائما لمعرفة الجديد عن الكرة المغربية. كان معكم عبد المنعم، وإلى اللقاء في فيديو جديد.